تعال نبدأ الفيديو ده بحسبة بسيطة جدا. افريج التايم اللي الناس بتقعدوا على الموبايل او على التكنولوجيا بصفة عامة، خلينا بنتكلم تحديدا على الموبايل. تمام، هيبقى حوالي 5 6 ساعات. ده انا بقى اعتبارا ان الشخص ده يعني فاهم حاجة تبعنا، يعني مش مثلا شخص. الناس العادية ممكن تقعد على تليفوناتها 12 16 ساعة في اليوم حسب، يعني لو هو مش نازل مشوار مثلا هيقعد 16 طول ما هو صاحي، هيبقى قاعد على التليفون مش هيبقى بيعمل حاجة تانية. لكن نبقى كورما ونقول 5 6 ساعات. تمام، خلينا نقول 5 ساعات اقرب للاقل، ولو الاغلبيه على فكره اكتر من 5 ساعات. حتى بعض الناس بيبقوا على سيلف امبروفمنت بقى اكتر من 5 ساعات، وانت ممكن تكون بتعاني من المشكله دي. خلينا نضرب 5 ساعات في 7. في الاسبوع الواحد انت بتقل 35 ساعه. في الاسبوع الواحد بتقل 35 ساعه، معناه في يوم ونص في الاسبوع كده اختفى. تعال نضرب ده في الشهر. في الشهر في 150 ساعة بتضيع منك، يعني لو قسمناها 24 حوالي 6 أيام وربع، يعني قول أسبوع تقريبا في الشهر بيضيع منك. طيب تعالى نضرب ال5 ساعات دي في 365 يوم في السنة، 1825 ساعة، قرب ال 2000 ساعة. لو قسمنا دي على 24 ساعة حوالي 76 يوم، يعني شهرين وشوية من السنة اختفوا. تعالوا نعمل حاجة أكتر. 5 ساعات دي في 365 في 10، 18250 ساعة في ال10 سنين الجاية هيضيعوا منك. 18000 ساعة في ال10 سنين الجاية. اقسم ده على 24، 760 يوم. اقسم ده على 365، يعني سنتين تقريبا. في ال10 سنين الجاية في سنتين كاملين هيضيعوا منك خالص. حلو، ده مشكلة. أنا بالنسبة لي كهاشم، أنا يومي وروتيني مزنوق جدا. تمام، يعني أنا فعليا ال10 دقايق أو الربع ساعة نص ساعة بالنسبة لي بتفرق. يعني ممكن تفرق في تصوير فيديو أو لا، ممكن تفرق في شغلي في حاجة أو لا. فبالنسبة لي الوقت أهمية وأولوية. فأغلبية الناس فعلا، ودي قاعدة ولحد دلوقتي لسه مقتنع بيها، اي حد لو قلت له فضي ساعه في اليوم ممكن يفضي ساعه على الاقل. فاهمني ازاي؟ 5 دقايق هنا، 10 دقايق هنا، ربع ساعه هنا. الفكره بقى ان الاغلبيه لو قلت له فضي 5 ساعات يقدر يفضي 5 ساعات لو هو ما كانش بيستخدم التكنولوجيا. وانت غالبا عارف كده ان انت بتشوف الفيديوهات دي. بالمناسبه لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي هاشم، سأل الرجال يحسنوا من حياتهم الى ما هنالك. لو انت مهتم بالعقليات اللي احنا بنتكلم فيها هنا، حاسس انك مختلف عن الناس اللي حواليك، انت غالبا تبقى تبعنا. فانزل اعمل سبسكرايب، شير الفيديو لحد ممكن يستفيد منه. ولما الفيديو ده يخلص خالص عايزك تدوس اول لينك في الديسكربشن، اتنقل لحاجه كده اكاديميه شبه نتفليكس نوعا ما، هتفيدك فشخ. المهم يعني بس لما يخلص الفيديو، مش وقته دلوقتي، ركز معايا. في 8 حاجات اساسيه انا بستخدمها عشان ابطل استخدم الموبايل. تمام، الصراحه انا ممكن اقعد اديك قصه عشان توصل الفكره. ممكن اديك قصه خفيفه يعني. تخيل انت هتبقى فين لو انت معاك 5 ساعات في اليوم زياده، او 4 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات او اي مكان. فكر قد ايه تحفيزك هيبقى اكتر لما انت تبطل تاذي عقلك بالدوبامين. لان خد بالك، كل مره تفتح فيها الموبايل الاتنشن بتاعك بيدريفت. كل مره تكون ايدك رايحه تمسك الموبايل كده اللي هو ايرجنت، ده معناه يعني يكون ان انت رايح تمسكه غصب عنك بدون هدف. يعني دي بتشوفها كتير صح؟ تلاقي حد يمسك الموبايل مش فاكر هو ماسكه ليه، فيقعد يقلب كده وهو مش فاكر هو بيعمل ايه. ده معناه ان زي ما تقول السيركتس بتاعت دماغك، الدوبامين سيركتس بتاعتك، يعني وصلات دماغك زي ما تقول بقت متوصله ان الموبايل طريقه ان انت تاخد بيها ايزي ريورد، او يعني ايزي دوبامين زي ما نقول كده، فاهم؟ فده هيأذيك في لما انت تيجي تشتغل او تحاول تركز. وطبعا الاي دي اتش دي اللي هتيجي من كل شويه ان انت عمال تقلب وتقلب وتقلب والحاجات اللي بتطلع قدامك على الشاشه، هيأثر عليك لما تيجي تشتغل. انك تعرف تقعد تشتغل 6 7 ساعات متواصله او 4 ساعات متواصله. فالواحد مثلا يضيع منه، يعني حرفيا بيضيع منك يومين تقريبا في الاسبوع، او يوم وشويه في الاسبوع. فده بيأكيوميليت على المدى البعيد. فلما انت تكون حاطط هدف وما تشتغلش عليه ده بيأذيك. وكمان الدوبامين سيركتس بتاعتك بتبتدي تتغير، فبتبقى مدمن للشيء ده، ما بالتالي بيقلل تحفيزك لاشياء تانية. ده غير التركيز نفسها. يعني انت تعرف انك تقعد تركز 6 7 8 ساعات متواصله، او على الاقل يعني حتى 3 ساعات بعدها بريك صغير بعدها 3 ساعات. اغلبيه الناس ما بتعرفش، او لما بيقعد يعني ما بين قوسين يقعد يركز، بتبقى اللي هو تركيز اي كلام. تركيز معناه ان انت حرفيا دماغك شغاله بيرفكت 100% تركيز، ولا فكره سرحت بره ولا اتشتت ولا عينك التفتت يمين او شمال. انت مركز في الشيء، معناه انت مركز في الشيء وتحسه سهل اصلا وانت بتحله، حتى لو هو صعب لكن سهل. او انت بتشتغل او انت بتصور او انت بتذاكر او ايا ما كان نوعيه اللي انت بتعتبره بالنسبه لك شغل. فاهمني ازاي؟ دلوقتي ايه بالظبط اللي تعمله عشان تسطب الموبايل ان هو ما يزكش؟ مبدئيا كل شيء على السوشيال ميديا والتليفونات والموبايل وكل حاجه مصممه انها ترجعك تاني ليه.
لان دي الطريقه اللي نوعا ما بيعملوا منها فلوس. يعني كلما الشيء كان حلو، ان هو بيعتمد على، يعني الشركات دي اغلبيه الابس اللي على تليفونك معتمده على ايه؟ والله انا كشركه انستجرام مصدري الاساسي كدخل هو ان ناس بتعمل اعلانات عندي، فبالتالي هما بيدفعوا لي فلوس عشان الاعلانات دي تطلع. فانا هدفي ان انا اخليك كمستخدم اللي هو انت تقعد على الاب ده لاطول فتره ممكنه عشان تشوف اكتر عدد من الاعلانات ممكنه، عشان نسبه انك تشتري حاجه من دول تبقى عاليه. فانا بعمل فلوس. هو حرفيا كل بكسلايه والشاشه، كل لون، كل زاويه بيدفعوا لناس ملايين الدولارات عشان يقعد يذاكر ايه درجه اللون الاحمر اللي هتجذب انتباهك انت اكتر حاجه، فاهمني؟ فده طبعا بيعديك وبيفشخك وبيخليك مدمن لده. فبدون ما نطول اكتر من كده، اول حاجه تعملها انا هو اكتبها هنا: نوتيفيكيشنز اوف تماما على اي شيء. خش كده بيبقى عندك كده في السيتنجز هتلاقي نوتيفيكيشنز كده، قلب في السيرش اكتب نوتيفيكيشنز، هتخش هيطلع لك كده لسته الابس اللي عندك. عدي اطفي 99% منهم. يعني لو في حاجه ضروريه هتفتحها، بالنسبه لي مثلا ممكن يبقى حاجات السوفت وير ابديتس وكده، ما اظن ما اقدرش اقفلها، بس فعليا ما بيجيش نوتيفيكيشنز لاي حاجه تانية. صح، ما بيجيش نوتيفيكيشن لاي حاجه تانية. ممكن اوبر بيبعت لي نوتيفيكيشن لما الرحله تكون خلاص داخل عليا، بس بيجيليش اي نوتيفيكيشن تاني. يعني لما افتح موبايلي لو نزلت فوق اللي هي القايمه عشان اشوف نوتيفيكيشن مفيش، وانا قافل وفاتح مفيش نوتيفيكيشنز. النوتيفيكيشن الوحيد اللي بيجي، يعني انا فعليا الشيء الوحيد اللي بيجي لي فوق اللي هو لو انا فاتح على سبوتيفاي حاجه بيبقى فوق كده اللي هي سبوتيفاي اللي ممكن اعمل منها سكيب وكذا، ولو انا عامل دو نوت ديسترب بيطلع لي دو نوت ديسترب. ده عندي قائمه النوتيفيكيشنز دايما وابدا. الحوار ده انا عامله بقالي سنتين دلوقتي، وفعلا واحده من اكتر الحاجات اللي خدمتني. تليفونك ما يعملش صوت وما يطلعلكش حاجات على الشاشه وما تمسكوش كده تلاقيه بينور. اطفي نوتيفيكيشن، قاعده رقم واحد ما فيهاش نقاش. لان كون ان فكره ان انت في شيء ايقونه هتطلع لك، في شيء هيطلع هيشد انتباهك، انت كل شويه تمسك الموبايل جا نوتيفيكيشن لا، جا نوتيفيكيشن لا، فده يشتتك، ده يخليك ترجع له اكتر بكتير. فرقم واحد اول حاجه تعملها هو ان انت تطفي نوتيفيكيشن من كل الابس. بس واتساب، بس تليجرام، مفيش رساله مهمه ضروريه جدا ان انت محتاج تكون فاتح نوتيفيكيشنز عشانها. لو حاجه ضروري هيتصل بيك. لو حاجه فعلا طارئه، هو ابوك هيبعت لك رساله مثلا تعالى في المستشفى، ولا هيكلمك. اذا لو في حاجه طارئه بجد هتجيلك. وفكر فيها، امتى اخر مره انت جات لك حاجه فعلا لازم تشوفها في هذه اللحظه وكنت مبسوط ان انت فاتح النوتيفيكيشنز عندك؟ ايه اللي ما يستناش ساعه، ساعتين، 3 ولا اي حاجه؟ فاطفي النوتيفيكيشن. يعني انا لو قاعد مع حد لقيت موبايله بيعمل دينج، فاهم احترامي ليه بينزل تحت الارض، شوفوا عيل اهبل. تاني حاجه الا هو انك تمسح الابس اللي ملهاش لازمه. يعني انت غالبا انستجرام انت مش محتاجه في حاجه. اذا كان انا ما عنديش انستجرام دلوقتي، انا ما عنديش، انا كنت بستخدمه فتره وبعدها وقفته، وكنت بستخدمه بنزل عليه شويه بوستات ليا وانا مخلص جاريه وبتاع، شويه حاجات كده اللي هو فاهم تحفز وبتاع. بعدها لقيت ان انا ممكن اقعد على الانستجرام ريلز ربع ساعه، نص ساعه، وساعات ساعه في اليوم. دنك احذفه. انت ما عندكش شيء يخليك عندك انستجرام. حاجتين بقى، اتنين بجد لو عندك ده انت خول يعني بصراحه. يعني لو انت عندك تيك توك وسناب شات انت عيل صغير، انت بجد عيل صغير يعني بتاكل مصاصه، فاهم؟ دي حاجات عيال خوالات. لو انت عندك الابس الاتنين دول احذفهم، تخلص منهم، ما اشوفهمش في موبايل حد، فاهم؟ تيك توك وسناب شات دي يعني اقسم بالله حاجات ام الضحك بجد والله. يعني لما الاقي حد مثلا بيبعت استريكات، يا دين امي على الضحك وعلى الهبل ده في طيزه الصراحه. يعني فانت غالبا مش من الناس دي، ولو حد سمع الكلام ده وزعل بس ومش بس، اطلع بره الفيديو، انت مش تبعنا اصلا. انت غالبا نوعا ما الكلام ده بصراحه يعني مش عارف قوي بيستخدم سناب شات وتيك توك، يعني عنده شويه احترام لنفسه. فالابس دي امسحها، واغلبيه الابس انت مش محتاجها. فيسبوك، انستجرام، ممكن حتى يوتيوب، اغلبيه الحاجات دي انت مش محتاجها فعليا. امسح الابس اللي عندك اللي انت بتقعد عليها اللي هي فعليا مش بتديك قيمه. وتقول يجي دلوقتي بقى على حاجه، بس في ناس بكلمهم على سناب شات، في ناس بكلمهم على انستجرام، في ناس بكلمهم على شافي. ايه رايك انك تاخد رقم البني ادم طالما ان هو فعلا مهم ليك قوي كده؟ خد رقمه وكلمه على الواتس. صعبه قوي انك تقول له بقول لك ايه معلش عندي مشاكل في سناب شات وبتاع، مش هستخدمه الفتره الجايه، هات رقمك واكلمك على الواتس. شيء صعب قوي، شيء مستحيل، شيء كوني. اعمل كده. انا عملت كده مع كل الناس اللي كنت بكلمها على الانستجرام. كان في ناس بكلمها على الانستجرام خصوصا الاجانب وبتاع، يعني عندي ناس في امريكا وفي فرنسا، وعندي ناس في بولندا وناس في انجلترا. خدت رقمهم
بس سجل ده سجل ده سجل ده سجل ده، رساله على الواتس، ده انا، ده انت تمام، بس خلاص خلص الموضوع. دلوقتي مش محتاج ان انا اقعد اقلب على الانستجرام ريلز وانا مستنيه وهو بيرد. تمام. وعلى الواتساب نفسه حتى لما تلاقي ستاتس كده بتنزل، عشان في ناس بتنزل ستاتس، بخش على كل التنفار اللي عندك. يعني لو انت فاتح واتساب بالصدفه وجالك كده اللي هو يعني بيبقى في زي نقطه كده على الستاتس، معناه ان في حاجه، خش على الناس واديهم ميوت كلهم. يعني انا عندي مدي اغلبيه الكونتاكتس اللي عندي ميوت للواتساب، يعني ميوت للستاتس. لو انزل ستاتس انا ما بيجيليش حاجه، ما بيطلعليش، او يعني لازم ادوس على قائمه كده معينه عشان يطلع لي الميوتد، ما بيطلعليش اي انذار هنا. لو انا لقيت حد بقى انا ما كنتش عامل له قبل كده، لان انا عشان اعمل لك لازم تكون نزلت. لو لقيت حد جديد عملها بقوم جاي شايل، انا مش مهتم انت نزلت ستاتس ايه ولا عملت ايه. زي ما قلت، لو شيء مهم ضروري جدا كان هيكلمك، لو حد انا مهتم بيه فعلا كان هيكلمني. لو واحد غريب، حد من عيلته مات وهو يعني معرفه مش قوي، انا مش مهتم ان انا اعرف، ولا هو مهتم ان انا ارد عليه على فكره. يعني عارف انت اللي هو، لا انت ازاي ما تقولوش كل سنه، طب ازاي ما تقولوش الله يرحم فلان، عشان هو ما يعرفنيش قوي ولا انا اعرفه قوي. مش مجرد ان هو معرفه انا عامل له فولو او هو عامل لي فولو او معايا رقم، لا يعني شيء. لو حد مثلا قريب مني، حد عنده توفى، هيكلمني يقول لي، هروح معاه العزاء. لو حد مثلا من قريب مني عيد ميلاده، هكلمه اقول له، يكلمني يقول لي، انا مش هستنى اما هو ينزل ستوري وبتاع. انا ما حدش بيعمل لي الكلام الاهبل ده، انا بعمل لحد الكلام الاهبل ده، ان انت تقعد تنزل له ستوري ومش عارف ايه والكلام الخري ده. فاهمني ازاي؟ ف رقم اتنين، امسح الابس اللي خصوصا انستجرام، تيك توك وسناب شات. ممكن تضيف عليهم فيسبوك لو انت بتستخدمه، شخصيا عمري ما استخدمته يعني، واي شيء من هذا القبيل يعني. تمام. حاجه رقم ثلاثة، لو انت خليت عندك ابس او حاجات معينه لاي سبب، مثلا ممكن تكون يوتيوب مش عايز تحذفه عشان بتستخدم عليه حاجات بلا بلا بلا، ممكن حتى عايز تخلي انستجرام، ولو نوعا ما انت كذاب لنفسك الصراحه يعني، لكن اعتبر ان انت عايز تخليه عندك، تخش على الفولورز عندك وصفيهم. معناها ايه صفيهم؟ معناها اي حد فعلا ما هوش صديق مقرب ما تبقاش عامل له فولو وشيله من عندك في الفولورز، خلي اكونتك مقفول. بس الستاتس بتاعي، بس يا حبيبي انت يعني اغلبيه اللي هيتفرج انت تحت سن ال 25، يعني محدش مهتم اكونت الانستجرام بتاعك عامل ايه. انت كل اللي انت عايز تعمله، عايز ابني اكونتي روش عشان جانا اللي معايا في الدفعه ممكن تشوف اكونت انستجرامي وتحبني، بس ياض يا بس ياض يا بل امسح اكونت، اقفل البتاع ده. عدد مقفول جدا، وحتى لو عامل فولو لناس مشاهير او يعني عندهم ناس، بيبقوا الناس اللي منزل حاجه انت فعلا عايز تشوفها، ومش مجرد منزل حاجه في حياته. يعني انا بالنسبه لي بشوفها طفوليه لو حد عامل فولو لكريستيانو رونالدو مثلا او ميسي مثلا، فاهم؟ مش عشان هم ناس وحشه كناس، بس عشان انت عامل له فولو عشان تشوف حياته، بس هو ما بينزلش حاجه تفيدك قوي. فاهمني ازاي؟ يعني انا لما كان عندي انستجرام كنت عامل فولو لواحد اسمه ايفان هولمز، بينزل حاجات عن الجيم وكده، وهو يعني علمه كويس فيها. كنت عامل فولو لواحد اسمه كارنيفور اريلياس، بينزل حاجات عن الكارنيفور وعن الدايت وشويه دراسات، شويه حاجات يعني انا بالنسبه لي شايفها مفيده، شايفها حلوه حتى لما كنت بستخدمه. بس انا اصلا دلوقتي ما عنديش انستجرام لان انا استوعبت يعني معلش اللي انت هتقوله لي في ريل دقيقه ملوش قيمه اصلا بصراحه يعني. فاحسن حاجه الانستجرام امسحه خالص يعني. يوتيوب بقى، لان الاغلبيه بيستخدم يوتيوب. خش هناك على السبسكرايبرز، غالبا انت عندك قنوات كتير انت ما بتشوفهاش وما بتستخدمهاش، اعمل لها ان سبسكرايب لانها مجرد مشتتات. يعني حرفيا الشانلز اللي انت تكون عاملها سبسكرايب تكون بالنسبه لك 10 من 10. لو انا بالنسبه لك مش شخص 10 من 10، عادي اعمل لي ان سبسكرايب، مش فارق معايا يعني، مش هقعد لو النبي تعمل اعمل ان سبسكرايب، عادي جدا. لو انا مش بديك القيمه 10 من 10 اعمل ان سبسكرايب، مش هيفرق معايا، لان انا مش بساعد على كوكب الارض كله، بساعد ناس معينه. لو انت مش من الناس المعينه دي ورسالتي مش واصلك كويس، اعمل ان سبسكرايب وما تشوفنيش تاني. انت تكون بتضيع وقتك، انت تكون بتضر نفسك انت. ده ينطبق على اي شيء. الناس اللي تكون عامل لها فعلا سبسكرايب وهي ناس 10 من 10 انت مستني الفيديو بتاعتها تنزل اصلا. تمام. حاجه تانية بقى لليوتيوب نفسه، الا وهو حط اكستنشنز عليه واقفل الهيستوري. لو انت بتستخدم اليوتيوب على البي سي دي تحديدا هحددها، ولو احنا هنا طالعين على الموبايل شويه، لكن لو انت بتستخدم اليوتيوب على البي سي حط شويه اكستنشنز. ممكن اديك اساميهم دلوقتي، ثانيه واحده خليني افتح يوتيوب هنا على البي سي. الاكستنشنز هي حاجه اسمها انهوك، UNHOOK، وحاجه اسمها دي اف تيوب، دي اف مسافه تيوب. دول اكستنشنز اتنين تحطهم لكروم وبتاع. يعني اليوتيوب عندي الصفحه الرئيسيه بتاعته كده سودا، مفيش حاجه بتظهر عندي. الحاجه الوحيده اللي انا مخليها ظاهره وممكن اقفلها هي السبسكرايبرز، وممكن بالمناسبه اقفل الثامب وممكن اقفل التايتل وبتاع، فاقدر اشوف القنوات اللي عامل لها سبسكرايب. لكن لو انا مثلا اعتبر عايز اشوف الفيديو ده بتاع هيوبرمان مثلا، لو فتحته مفيش سجستد هنا، المفروض في العادي بيبقى فيه سجستد، مفيش.
الكومنتات حاليا فاتحها، لكن انا ممكن اقفلها لو انا عايز برضو. يعني انت ممكن تقعد تقلب في القائمه كده الحاجه. لو انا مثلا هسرش على حاجه، مثلا اعتبر اسرش على جيف نيبل، ساعتها بتطلع لي فيديوهات. وممكن اقفل بالمناسبه ان يطلع لي الثامب يعني بقرا العنوان بس وما بشوفش حاجه، او ممكن حتى اقفل يعني. في كميه حاجات كتير ممكن اعملها، يعني اوبشنز انت ممكن تعملها بحيث انها تقلل استخدامك لده. وزي ما تشوف مثلا هفتح الفيديو ده، مفيش سجستد، مفيش حاجه. فلو انا داخل اشوف فيديو معين هشوف الفيديو المعين ده بدون ما اتشتت. فالاكستنشنز هي دي. واحد اسمه انهوك اللي هو هيبقى شكله عامل كده، واللي هو دي اف تيوب اللي هو دوت. تمام. خليني ارجع البتاعه ديت كده تاني. يا نهار ابيض على حد ياخد دي سكرين شوت. يا ساتر، يا ساتر على الجبهه يا اسطى. عارف عارف انا شبه مين دلوقتي؟ عارف انا جبهتي شبه مين؟ حاسس ان انا راسي عامله زي ده. صح، لو انا كده مش مبين تحس ان راسي هتطلع عامل كده. سم الضحك. يعني المهم، فده اللي اليوتيوب. تمام. والله العظيم يعني هنا انت بتحس ان جبهتي هتكمل. ده الحمد لله ان هي بتقف لحد هنا، يا ساتر يا رب. فالمهم، في بعد كده الحاجه التانية بقى هي للموبايل نفسه. خش على السيتنجز في اغلبيه التليفونات الحديثه هتلاقي ده موجود، حاجه اسمها جري سكيل. ده بيقلب تليفونك ابيض واسود، ده بيخلي التليفون شكله مقزز وبيض. كويس، هتبطل تقعد عليه. ده واحده من اكتر الحاجات اللي ساعدتني. خش على السيتنجز، سرش كده في السيرش جري سكيل او كلر كوركشن، يعني دور بقى في السيتنجز بتاعتك. لكن هي على كل الايفونات موجوده، وعلى اغلبيه تليفونات الاندرويد الحديثه يعني هتلاقيها موجوده. يعني تليفونك سامسونج، هواوي، حاجه حديثه هتلاقيها موجوده هناك في مكان ما. يعني قلب عليها في السيتنجز هتلاقيها يعني. خش هناك هتلاقي جري سكيل اوبشن، هتدوس عليه اون، هتلاقي تليفونك قلب ابيض واسود. ده كويس لان ده بيمنع ان الالوان تشدك. زي ما قلت ان الناس بتشتغل على كل لون بيكسل بيطلع على الشاشه، بيقعد يشتغل عليه عشان يشد انتباهك اكتر حاجه. فده بيإليمينيت جزء من الديستراكشن، جزء من اللعبه. فده هتلاقيه بيقلل برضو يعني ان انت تمسك موبايلك. انا موبايلك بقى شكله قبيح تبص عليه كده، شكله قبيح ابيض واسود، ما بقاش جذاب انك تبص عليه. فاهمني؟ ايه تاني؟ الحاجتين اللي بعد كده هما قاعدتين: السب تو اور رول والسب 20 انلوكس رول. معناها ايه؟ معناها حط لنفسك قاعده: انت ليك استخدام في الموبايل ساعتين بس في اليوم. وخش كده خلي عندك زي ما تقول ويدجت كده، اللي هو تدوس عليها بتطلع لك كده اللي هو فيها السكرين تايم بتاعك. ممكن تنزل ابس تقول لك ازاي بتبقى، يعني زي ما تقول عارف لما تفتح موبايلك بيبقى كده في الهوم بتاع الموبايل بيبقى فيه قدامك كده هو حاجه طويله كده شويه مكتوب فيها سكرين تايم كذا، مثلا ساعه قعدت مش عارف قد ايه على الاب ده وقد ايه على الاب ده وقد ايه على الاب ده، التوب 3 ابس مثلا. حلو. اعمل حاجه زي كده عندك على الموبايل في ابس كده، او ممكن تلاقيها في السيتنجز. يعني دور، يعني فاهم، انت مش اوتيستيك يعني، روح دور على الحاجات دي. والمهم ان انت قاعده معينه عشان يكون استخدامك للموبايل نوعا ما كويس. اي حاجه تحت ساعتين استخدام كويس. في بعض الحالات الشاذه اللي ممكن اسمح فيها، لو انت مثلا شغلك بيعتمد على استخدامك على الموبايل غصب عنك، اوكي ماشي ساعتها عادي. انا مثلا ساعات ممكن اقعد اصور على الكاميرا 3 أو 4 ساعات. فحسب ما دورت ساعتين تقريبا هو الرقم الكويس. فاهم؟ معلش لو في تقطيعتين كده كبار في الفيديو ده كان في حوارات كده. المهم يعني ساعتين ده تقريبا الرقم الكويس بحيث ان انت تنجز شغلك، او في نفس الوقت يعني زي ما هو تستخدم الموبايل بس الحاجات مفيده. الهدف هنا هو مش ساعتين كساعتين يعني. فاهم؟ انا مثلا بستخدم البي سي للشغل، فانا ممكن اكون قاعد على التكنولوجيا توتال في اليوم 8 ساعات. لكن هو الفكره في الموبايل عشان التشتيت. فاهمني ازاي؟ يعني لو انت بتستخدم الموبايل 12 ساعه في اليوم بتعمل منهم فلوس، تقول لك ماشي. لكن انا وانت عارفين ان ده مش حقيقي. انت بتستخدم الموبايل بتضيع عليه وقت. فساعتين تقريبا في اليوم هم وقت كفايه. بحيث لو انت هتبعت رسائل على الواتساب وبتاع دون، لو انت هتعمل مش عارف ايه هنا دون، بس في نفس الوقت ما تبقاش فيه تشيك. وزي ما قلنا احنا في الخطوات اللي فاتت انت اوريدي صفيت موبايلك من كل ده. فانت دلوقتي غالبا عندك واتساب وتليجرام بس. انا شخصيا عندي واتساب وتليجرام وبس. الديسكورد بفتحه ممكن على البي سي عشان ادي فيه مكالمات، وحتى دلوقتي ما بستخدموش. حتى انا كيوتيوبر اليوتيوب ستوديو بطلت حتى انا كمان ابص او ارد على الكومنتات. ده وانا اليوتيوبر. فاهمني ازاي؟ ده انا ده شغلي وما بستخدموش. فانت بتستخدمه ليه حضرتك؟ انت ليه ايه عذرك ان انت تستخدمه؟ فسيبك من الحاجات ديت. ال 20 انلوكس بقى. الشخص الافريج بيفتح موبايله 100 مره في اليوم، ده سيء. ماكس 20. هتعرف ازاي؟ في ابس برضه ممكن تستخدمها بيقول لك انت انلوك تليفونك قد ايه في اليوم. خلي قاعده ان انت في خلال صحيانك لنومك انت معاك 20 مره تفتح فيهم موبايلك بس. ده بيعمل لك ايه؟ ده بيغصبك ان انت لو هتفتح موبايلك لا هو انا هفتحه كده عشوائيا ولا هفتحه لسبب؟ لان انت هتتفاجئ ان انت ممكن تفتح موبايلك 80 90 مره بدون سبب.
حرفيا بدون اي سبب. تيجي انا بالنسبه لي مثلا لما ابتديت اخد بالي من ده بسبب انها بقت زي لعبه، اللي هو لو فتحت الموبايل بدون سبب يا صحيح انا محتاج. فانا تقريبا بدي نفسي حوالي مره في الساعه افتحه كده. طبعا لو في حاجه مهمه يعني ممكن افتحه الى ما هنالك يعني، لكن اوفرول رقم تحت ال 20 كويس يعني. وطبعا لو انت معاك مثلا زدت او كده، شوف انت زدت ليه وبتاع وهل كان مهم وكذا، لكن دي القواعد. حاول انك تخلي السكرين تايم بتاعك طالع قدامك ويبقى اقل من ساعتين. والانلوكس انت احسبها بدماغك، يعني مثلا اول ما تصحى من النوم تقفل الالارم ده ما يحسبش كفتحه، عشان تفتح انت لازم اللي هو تعمل انلوك الموبايل، يا اما بالبصمه او بالفيس اي دي او بالباسورد او اي مكان الموبايل يتفتح خالص. انا مثلا بقفل المنبه ما بمسكش الموبايل تاني الصبح، فكده كده زيرو انلوكس، عشان المنبه هقدر اقفله من غير ما افتح الموبايل نفسه، فده تمام. فزيرو انلوكس لحد ما اجي مثلا ببدا شغل كده، ممكن افتح على الساعة 6 7 كده لو انا محتاج حاجة اعمل، ممكن لو اشغل حاجة على سبوتيفاي كده. فانا بحاول على الاقل افتح موبايلي مرة كل ساعة، وساعات بقعد بالثلاث اربع ساعات مثلا لو انا بصور او بشتغل او بعمل ما ببقاش فاتحه، فاهم؟ ده ساعتها بيحل المشكلة. لكن دول قاعدتين اساسيين: اقل من ساعتين سكرين تايم قاعد على الموبايل توتال، واقل من 20 مره فتحه. يعني انت معاك فتحه الموبايل دي معاك 20 في اليوم ماكسيموم، فاهمني ازاي؟ في برضه ابس مساعدك على تدور عليها. اخر حاجه شخصيا انا بعملها عشان تقللك عن استخدام الموبايل، عشان تستخدمه بكفاءه، هو انك تحط تايمرز على الابس اللي انت ممكن تكون بتضيع عليها وقت حتى لو انت مش واخد بالك. انا مثلا اب الديسكورد نفسه عندي، فانا حاطط عليه تايمر دقيقه، بحيث لو انا قعدت اكتر من دقيقه بيقوم جاي هو كارشني بره الاب، اللي هو خد بالك ما تضيعش وقت. انت ممكن تعمل ذا سيم لو انت مثلا مشكلتك مع اليوتيوب او كذا، لكن لو انت طبقت الكذا حاجه دي، وطبعا فيها ديسيبلين وانضباط وكذا، لان مفيش شيء يمنعك انك تقفل ده كله تقوم جاي فاتح. هي برضه جزء انضباط هنا، مش الفيديو هدفه ان ده سحر، هي دي مجرد حاجات او حدود تقوم جاي حاططها لنفسك عشان بس تعرف انت اخرك فين ومش اخرك فين. طبعا ممكن تكسر الاخر ده انت حر، لكن انت اللي هتعاني. هي انضباط زي اي حاجه. فلو انت عرفت انك تضبط نفسك في خلال المربع ده، هتلاقي انا شخصيا لقيت تحسنات في المنتال هيلث، في تركيزي، صحتي العامه، وحتى في حبي لنفسي، لان انا ببطل اقارن نفسي مثلا بفلان الفلاني اللي على الانستجرام اللي عنده البايسب 7 اضعاف دماغي اصلا، فبتقعد فاحس ان انا جسمي سيء الى ما هنالك. فدي دي زي ما تقول كل حاجه انا شخصيا بستخدمها في تليفوني الشخصي، بحيث ان انا اقلل الاستخدام ليه، وبيبقى اقل من ساعتين، انلوكس اقل من 20 في اغلبيه الايام. فقلت اديسيب لك ده. بس لو الفيديو ده فادك وانت من نوعيه الرجاله اللي كاره استخدام التكنولوجيا وعايز تنمي نفسك من كل النواحي، بس مش عايز تبقى تشوف فيديوهات الكيوت والحاجات الهبل ده كله، واحد زي بني ادم زينا، ننزل اعمل سبسكرايب عشان تلاقي بيت الشباب اللي هنا زيك بالظبط. في نفس الوقت زي ما قلت لك، دوس اول لينك في الديسكربشن كده، بص بصه هناك هينفعك قوي. الاكاديمي اللي هناك هي مصممه للرجال اللي زيك بالظبط. تخيل انها يوتيوب بس، يعني فيديوهاتي على اليوتيوب بس على بريميوم لو انت فاهم حاجه. بس شو الفيديو جاي، باي.